انسى الفضائيين، انسى المؤامرات، وانسى كمان أي حد قالك إن الأهرامات اتبنت بالسحر. الحقيقة أخطر من الخيال، والسر مش في السما، السر كان على الأرض وتحت إيدين ناس عرفت تغلط وتتعلم. مش كل هرم واقف دلوقتي اتبنى صح من أول مرة. قبل الجيزة كان في فشل، كان في انهيار، وكان في أخطاء كانت ممكن تمسح الحلم كله. الملك سنفرو خسر رهانين، هرم ميدوم وقع، والهرم المنحني كاد ينهار. أعظم مهندسين في التاريخ، أيوة، وغلطوا. بس هنا بقى السؤال الحقيقي، هو الإعجاز إنك ما تغلطش ولا إنك تتعلم من الغلطة وتكمل؟ بعد فشلين القرار كان لازم يكون قاتل أو منقذ، مفيش فرصة تالتة. وهنا ظهر الهرم اللي أنقذ الحلم كله، الهرم الأحمر. مش مجرد هرم، ده كان مختبر تجارب، أكبر تجربة هندسية في تاريخ البشر. الزاوية اتغيرت 43 درجة، مش صدفة، دي الزاوية اللي منعت الهرم اللي فات من الانهيار. حجر فوق حجر، ملايين الأطنان، مرصوصة أفقياً بدقة مرعبة. ليه؟ عشان الهرم ما يتحركش ولا ينهار ولا يخضع للزمن. واللي بيقول سحر يبص على السقف، أسقف مقببة تشيل وزن جبل من غير ما تقع. دي مش تكنولوجيا فضائيين، دي فيزياء خالصة، وعقول كانت سابقة عصرها بآلاف السنين. الهرم الأحمر كان البروفة الأخيرة. هنا اتعلموا كل حاجة، يرفعوا الحجر إزاي، يحسبوا الزوايا إزاي، ويبنوا مبنى يتحدى الزلازل والزمن. ولو نزلت جوه الهرم هتحس إنك جوه عقل مهندس، ممر هابط 60 متر، غرف ضخمة ساكتة بس بتحكي، بتقولك إحنا ما وصلناش للكمال في يوم وليلة، إحنا فشلنا وبدأنا من جديد. ومن هنا اتولد حلم خوفو، ومن هنا اتبنى هرم الجيزة. فالمرة الجاية اللي حد يقولك الأهرامات دي مستحيل بشر يبنوها، قوله لأ، اللي بناها بشر أذكى من إنهم يحتاجوا فضائيين. الهرم الأحمر هو الدليل إن المعجزات بتتعمل بالعقل وبالصبر وبالشجاعة إنك تغلط. وسؤال أخير، لو المصري القديم قدر يعمل كل ده من 4600 سنة، إحنا لو بالعقيدة دي دلوقتي تفتكروا نقدر نعمل إيه؟